حبيبي خلينا من فضلك نقرب. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير، وحشتوني جدا. النهارده هطلع اتكلم معاكم على اغنيه محمد حماقي الجديده من البومه الجديد، اغنيه خلينا. لسه نازله كده بقالها حبه حلوين، يلا بينا. سيب العتاب بعدين، حاجات كتير وحشاني. اغنيه خلينا وهي من كلمات ايمن بهجت قمر، ومن الحان عمرو مصطفى، ومن توزيع احمد ابراهيم. يا جماعه الاغنيه دي بقى دي في حته بعيد خالص. اغنيه بتتكلم ان هو قابل حبيبه وهو بيعاتبه، بيتكلم معاه وبيقول له انت عملت وغلطت. قال له اسكت، مش عايز اسمع صوتك تاني، مش عايز تتكلم، اسكت. احنا عايزين نبقى مع بعض وخلينا سوا، ومش عايزين نبعد عن بعض تاني، ومش مشكله مين اللي زعل فينا ايه التاني. ما اسمعش صوتك تاني، مش وقت مين اللي زعل مين. الموضوع الاغنيه هنا حلو جدا على حماقي، انا اول مره اسمعه، لذيذ جدا. المزيكا تحفه قوي في الاغنيه دي، الريتم بتاع الاغنيه، كل حاجه. يا جماعه الاغنيه دي برضو من الاغاني المتكامله جدا، وشايف ان هي هتنجح نجاح كبير. اغنيه رايقه قوي، كلمات ايمن بهجت قمر الشاعر الكبير جدا. انا بحب شغله جدا مع محمد حماقي في الالبومات بتاعته. الاغاني اللي بينزلها ايمن بهجت قمر عمل معاه نجاحات كتير وكارثيه. ايمن بهجت قمر غني عن التعريف، بس الاغنيه دي عاملها واقول له شابوه كبير عليها. الموضوع مختلف على حماقي جدا، لذيذه قوي عليه، كلها كيمياء كده ماشيه مع بعضها بشكل قوي. لو ضاعت الفرصه هنتعب، ده احنا فاتنا سنين. عمرو مصطفى لحن، اقول لك انت مفيش لحن انت عملته في الالبوم سمعوني ما عجبنيش. انت راجل عبقري فعلا وعارف بتعمل ايه، وشغله يا جماعه بيتكلم عنه فعلا. هو الراجل ده ملحن كبير وعبقري. التوزيع فهو توزيع احمد ابراهيم. انت بقى معلم بقى، انت بتيجي تعمل الاغنيه في التوزيع او حتى لما بتيجي تلحن. فانا بحب الحانه وتوزيعاته يا جماعه. الراجل ده بحترم شغله جدا، راجل محترم عارف يعمل شغله ازاي. فالاغنيه كلها من الاغاني المتكامله، واديلها 10 من 10. اغنيه حلوه، موضوعها كويس، لايق على حماقي، جديد على حماقي. انا سمعت زيه قبل كده باغاني كتير، بس الموضوع نفسه على حماقي كان حلو. الريتم، الغنى، الالحان كانت كويسه، الكلمات كانت حلوه عجباني وشداني طول الاغنيه. التوزيع كان رايق جدا، اغنيه حلوه واقدر اديلها 10 من 10. ده كان رايي في الاغنيه. انتوا برضه عرفوا رايكم ايه في الكومنتات تحت. الاغنيه كانت عاجباكم وما كانتش قد كده؟ كل واحد يقول لي رايه. طبعا انا بتكلم برايي الشخصي كواحد بسمع مزيكا من زمان، فبقول لكم رايي، ايه اللي عجبتني ما عجبتنيش. شايف مثلا ان هنا الكلمات كانت مش احسن حاجه، فلازم ان انا اشارككم واتكلم معاكم، كل واحد فينا يتكلم بس بشكل محترم. وده كان رايي النهارده في الاغنيه. لو انت لسه جديد وتشوفني، اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل فيديو جديد، واعمل لي لايك لو الفيديو عجبك، وشير في كل مكان لكل اصحابكم قد ما تقدروا. ما تنسوش. اشوفكم ان شاء الله على خير فيديو جديد. سلام.